السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة دايما. وحشتوني الكام يوم اللي فاتوا دول. متحمسة جدا ان انا ارجع ليكم فيديوهات جديدة. متشكرة جدا على تعليقاتكم الجميلة وسؤالكم علي الفترة اللي فاتت دي، وان شاء الله بإذن الله ننزل فيديوهات بشكل منتظم ومستمر. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية، نازلين بشوية شربات شتوية جميلة جدا، حلوة جدا ومناسبة جدا في الفترة دي. 4 وصفات مختلفة من الشربات الشتوية. أول وصفة معانا النهاردة وصفة الدجاج، اللي هي شوربة الدجاج التركية. شوربة بجد روعة وجميلة جدا. مقاديرها بسيطة جدا، كلها موجودة عندنا في البيت، يعني مفيش أبسط من كده، وكريمي وتحفة، هتعجبكم قوي. بنجيب كام شريحة من الفراخ، يعني على حسب الرغبة، تقدري تزودي أو تنقصي زي ما انت عايزة، وبتشوحيها في قطعة زبدة أو في زيت حسب ما انت عايزة، مش هتفرق. معلقة واحدة وشوية مطيبات، يعني ورق لورا أو ورق غار زي ما بتقولوا عليه، حبهان، كام وحدة حبهان كده، كام وحدة فلفل أسود، حسب الرغبة، يعني مش كمية كبيرة، حاجة بس تدي يعني ريحة. نبتدي نشوحها. أول ما لونها يغير نكون مسخنين مية، سواء في الكاتل أو مية في البراد عادي، وبعد كده ننزل بيها. طبعا زي ما قلتلكم قبل كده، لازم لما نحط على اللحمة أو على الفراخ وهي على النار، لما نيجي نحط عليها مية لازم تكون المية تكون بتغلي أو مية تكون سخنة، علشان درجة حرارة الفراخ اللي هي في الحلة تكون مناسبة مع درجة حرارة المية اللي نازلة عليها. نبتدي نصفي الشوربة من المطيبات دي، لأن احنا هنحتاجها دلوقتي، هتشوفوها معايا دلوقتي. هنحتاجها يعني في نفس الوصفة، بس في حاجة تانية. هنبتدي طبعا الفراخ بعد ما تبرد شوية نبتدي نقطعها كده زي ما انتم شايفين، بالشوكة كده هتظبط معاكي جدا. وبعد كده نبتدي نجيب حبة جزرة واحدة كبيرة أو حبتين صغيرين، ونبتدي نقشرها، وبعد كده نبشرها بالمبشرة. الوصفة هنا فيها يعني قيمة غذائية عالية جدا. بعد ما نبشرها من المبشرة هنبتدي نقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. في حلة على النار نبتدي نحط معلقة زبدة كبيرة أو سمنة، وياريت تكون سمنة مش زبدة. وبعد كده هنبتدي نقطع حبة بصلة واحدة متوسطة، نبتدي نقلبها بالشكل ده. وبعد كده يعني أول ما لونها يدبل شوية نبتدي ننزل بالجزر المبشور، نبتدي نديله تقليبة. وبعد كده هننزل بمعلقتين من الدقيق، معلقتين اللي هي المعالق بتاعة الأكل. وبعد كده هنبتدي ننزل بالشوربة. كل حاجة بنديلها تشويحة صغيرة لمدة يعني دقيقة، أو حتى لما يعني ريحتها بتظهر كده. بس نبتدي ننزل بالشوربة. طبعا احنا شايلين منها المطيبات. وبعد كده نبتدي نديلها غلوة واحدة، يعني هي هتغلي غلوة واحدة، وبعد كده هننزل بقطع الفراخ اللي احنا قطعناها مع بعض. اول ما بتغلي خلاص، زي ما انا قلت لكم بننزل بقطع الفراخ. الشوربه دي بجد هتعجبكم جدا، هتعجب الكبير وهتعجب الصغير، فعلا تحفه. جربوها هتعجبكم قوي. اول ما بتغلي نبتدي ننزل بنص كوبايه او نص مج من الشعريه العاديه. وطبعا انتوا عارفين ان الشعريه مش بتاخد وقت. حاجه بقى حسب الرغبه، تقدري ان انتي تحطي مكعب مرق الدجاج. بعد كده طبعا انتوا عارفين ان انا بحب جدا البابريكا المدخنه، لازم بحط منها في كل حاجه. نبتدي احط نص معلقه من البابريكا المدخنه، يعني حطي بقى ايه، شويه فلفل اسود، شويه كمون، حسب التوابل اللي انتي بتحبيها، بس عموما انا مش بحب ابالغ في التوابل قوي. وبعد كده يعني زي مثلا 3 معالق من الكزبرة متقطعة، بتدي طعم وبتدي غلوة واحدة بس. وبعد كده نبتدي نقدمها في طبق التقديم. تاني شوربة معانا النهاردة شوربة البروكلي، طبعا غنية عن التعريف وغنية عن ان احنا نقول هي قد ايه مغذية، وقيمتها الغذائية بتبقى عالية جدا. زي ما انتم شايفينها كده. مش هنحط فيها ولا كريمة ولا اي حاجة، زي ما اتفقت معاكم في اول الفيديو ان كل حاجة هتكون موجودة عندنا في البيت من الشوربات دي، ومش هنحتاج ان احنا نجيب حاجات كتير ونأفور قوي في طبق الشوربة. طبق الشوربة معانا النهاردة ده، نبتدي بقى البروكلي قطعناه، وبعد كده نبتدي نجيب بصلة ونقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده.
خلاص. وبعد كده هنبتدي بقى أقول لكم هنعمل ايه. البروكلي طبعا انتوا عارفين زهرة البروكلي، بس انا محبتش اجيبها، انا قطعتها. قطعيها بالحجم اللي انت عايزاه، احنا كده كده هنسلقها وهنفرمها، فقطعيها صغير قطعيها كبير هي مش هتفرق. حلة على النار، نبتدي نحط معلقة من الزبدة عليها البصل اللي احنا قطعناه. طبعا كل ده هيتشوح مع بعضه. وبعد كده البروكلي طبعا بيكون مغسول كويس، وانتي مقطعة زهرة البروكلي على حسب الكمية اللي يعني انتي حابة ان الكمية تكون كتيرة معاكي، ممكن تستخدمي الواحدة كاملة او نصها. وبعد كده بنجيب يعني زي حزمة كزبرة أو واحدة كزبرة، بعد كده كام فص توم، 3 أو 4 فصوص من التوم المتوسطين مش كبار ولا صغيرين، نبتدي ننزل بيهم على البصل. بالتالي كل حاجة هنا واضحة وسهلة جدا وسلسة، مش محتاجة شرح كتير، فاهميني. نبتدي نقلب المكونات دي كلها مع بعض. انا مش بحب احمر البصل قوي، بحب استخدم البصل الابيض زي ما انتوا عارفين. بعد كده بننزل بالكزبرة، أنا بحب الكزبرة عن البقدونس. الكزبرة بتدي ريحة، التست بتاعها بيكون أعلى شوية من البقدونس، وكمان الطعم بتاعها بيكون أعلى. نزلنا بالبروكلي، يمكن دي أول مرة تسمعوا إنه شوربة بروكلي من غير كريمة. هتكون كريمي جدا وتقيلة وحلوة قوي قوي، هتعجبكم على ضمانتي، جربوها بالطريقة دي. هتعجب الأطفال جدا. احنا عارفين الأطفال مش بيحبوا البروكلي قوي، واحنا بنبقى عارفين ان هو مغذي جدا وعايزين نديهولهم، بس يعني عشان هم مش بيفضلوه، فاعملوه بالطريقة دي. نبتدي نزود لتر من المية السخنة برضو، ونبتدي كل المكونات دي تكون بتغلي مع بعض. شوفي البروكلي بتاعك استوى بالشوكة زي ما انا عملته كده، يعني يكون بيتقطم معاكي بالشوكة على المعلقة، خلاص يبقى هو كده تمام جدا، استوى زي الفل. تمام. نبتدي بقى نجيب كوباية من اللبن، هنبتدي نحط عليها معلقتين كبار من معلقتين ونص من الدقيق، ونبتدي نقلب المكونات دي كلها مع بعض. يا ريت تقلبي في الدقيق كويس قوي مع اللبن، علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، اي تكتلات هتضايقك وانتي بتفرميها. بس نبتدي بقى نحطه عليها، ونبتدي بقى بالهاند بلندر او بالخلاط. الهاند بلندر تقدري تستخدميه على السخن عادي، لكن لو انتي ما عندكيش ال الهاند بلندر تقدري تستني شوية لما تبرد، وبعد كده تبرد تماما، وبعد كده تفرميها في الخلاط. لان الخلاط طبعا مش بيبقى، يعني انتوا عارفين مش عايزين نحط فيه اي حاجة سخنة، انها بتبقى مضرة جدا. التوابل على حسب الرغبة. انا حطيت هنا كمون وكزبرة يابسة، ونبتدي بقى نفرم كل المكونات دي كلها مع بعض. قد ايه الشوربة كريمي، قد ايه هي حلوة، قد ايه هي سهلة وبسيطة، مفيهاش اي حاجة. نسيت اقول لكم ان انا حطيت عليها عصرة ليمونة واحدة، اللي انتوا شفتوها في الكوباية الصغيرة قوي دي في اول ما ابتديت اعملها. شوربة جميلة وكريمية جدا، حلوة قوي، مفيهاش اي حاجة. جربوها بالطريقة دي، مش هتلاقوا يعني كل ما هتشوفوه هتجيبوه، لان احنا دايما كنا كل ما بنشوفه مش بنجيبه علشان هو بيبقى محتاج خطوات كتير، لكن متهيألي مفيش ابسط من الخطوات دي، وهيطلع معاكي احلى طبق شوربة ممكن يدفيكي في البرد ده. هو الجو مش برد قوي، بس هو عموما الشربات في التوقيت الشتوي ده بتبقى مفيدة جدا. تالت نوع عندنا النهاردة، تقدري تقولي عليه خضار، تقدري تقولي عليه شوربة. أنا عن نفسي بعمله بشكل مستمر، هو الأساسي عندي في الشتاء بديل الملوخية، الخبيزة. من أحلى الأكلات اللي بجد حلوة، ناس كتير ما تعرفهاش وناس كتير بتعملها. أنا بعملها بشكل مستمر، ودايما دايما بعملها جنب المحشي. بعتبرها شوربة بس هي خضار. جربوها، هي مفيدة جدا وطعمها حلو قوي. بديل الملوخية في الشتاء. في منها الورقة الكبيرة اللي انت شايفينها دي، وفي منها الورقة الصغيرة، حبيت اجيب لكم الاتنين علشان لو شفتي دي تجيبيها عادي، لو شفتي دي تجيبيها عادي، بس هي طبعا اللي حجمها صغير بتكون احلى. بتغسليها كويس زي الملوخية، وبتتقرطف بنفس الطريقة اللي انت شايفاها دي من العنقود. سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة، بس فيها تفاصيل كده معينة. يعني الخبيزة من الحاجات لو شفتيها من واحدة لواحدة او دقتيها من حد لحد فرق جامد. ليه؟ لان في تكات كده فيها معينة هي اللي بتظهر طعمها قوي وبتخليها طعمها حلو قوي. حطيناها في المصفى، بس انا طبعا مش هسيبها في المصفى،
او الملوخية لما تعمليها برضو ما تسيبهاش في المصفى، لازم تكون على حاجة مسطحة زي ما انت شايفة كده عشان تنشف. سر نجاح الملوخية او سر نجاح الخبيزة، الحاجات الورقية اللي لما بتتحط في الشوربة ان هي لازم تنشف كويس جدا وتتخلصي من اي مية فيها. دي حاجة مهمة جدا عشان تطلع معاكي حلوة وناجحة. بعد كده نبتدي بقى على الخطوة بتاعة الخضرة. خلاص، في ناس كتير بتحط الخضرة على الخبيزة وتخلطهم على بعض، لكن لا، انا مش بعمل كده. هتشوفوا معايا دلوقتي انا جبت هنا رابطة من الشبت على رابطة من الكزبرة، وابتديت ان انا اخرطهم. انا كان ممكن اخرطهم في الفود بروسيسور، بس حقيقي فعلا الفود بروسيسور مش بيطلع الحاجة حلوة قوي زي ما بتخرطيها بالمخرطة التقليدية بتاعتنا. هنا بقى هنبتدي نتكلم عن الخرط بتاع الخبيزة. خرط الخبيزة ما بيكونش زي الملوخية. برضو انا قلت لكم قبل كده في فيديو كنت عاملة فيه ملوخية، ان الملوخية مش بتنعم قوي عشان ما تسقطش. برضو الخبيزة برضو بزيادة شوية مش بتنعم قوي. خرطنا الخبيزة، خرطنا الخضرة بتاعتنا، جبنا كام فص من الثوم، ظبطنا الشوربة بتاعتنا. ويا حبذا بقى لو تكون شوربة لحمة، بتكون احلى فيها. تنفع طبعا الاتنين، بس انا بقول لكم يعني هي بتكون احلى في اللحمه. نبتدي الشوربه تغلي كويس زي الملوخيه بالظبط، نبتدي ننزل بيها. ظبطي يعني مثلا اتنين كوبايه من الشوربه عليهم الخبيزه، اتنين ربطه من الخبيزه. خلاص، وشويه رز. الرز ده مهم جدا في الخبيزه. زي ما بنعمل السبانخ بنحط عليها شويه رز، هنا في الخبيزه بنحط شويه رز، يعني زي معلقتين. نبتدي تغلي كويس تاني علشان الرز لازم يستوي. في طاسة بقى على النار، نبتدي ننزل معلقة زبدة أو معلقة زيت، وبعد كده الكام فص توم اللي احنا شفناهم المفرومين نبتدي نقلبهم، بس نقلبهم يعني تطلع ريحتهم، مش يصفروا معانا ولا أي حاجة. وبعد كده ننزل بالخضرة اللي احنا فرمينها بالمخرطة. وارجع واكد لازم بالمخرطة، تمام. المخرطة بجد بتدي طعم للحاجات الورقية حلوة قوي. بتتقلبيها اول ما تبتدي تحسي ان الخضرة نزلت لتحت شوية. هنا بقى تبتدي خلاص، هي كده تمام قوي. هنا تبتدي تدي تقليبة، هي مسقطتش ولا حاجة. هي هنا علشان ما حطيناش الخضرة اللي في الاخر دي هي اللي بتظبط قوامها، فاهميني؟ مهما قعدت بعد كده مش هتنزل معاكي. ليه؟ لان الخضرة دي هي اللي بتظبط قوامها. قد ايه الشوربة دي بجد جميلة، مفيدة جدا. احنا مش مدينها اهتمام قوي، بس فعلا حلوة. هي البديل الرسمي الجميل. انا مش بحب التخزين قوي. ممكن نفسنا تروح للملوخية، بس ربنا خلق لنا خضروات كتير قوي في الصيف، خلق لنا خضروات في الشتاء، فنستخدم بتاعة الشتاء. مفيش اكتر من خضروات الشتاء ولا فاكهة الشتاء. جميلة جدا، جربوها تعجبكم قوي. اخر شوربة معانا النهاردة شوربة الذرة. ايوه، شوربة الذرة جميلة جدا، كريمي قوي، بتبقى دايما من اساسي في المنيو في المطاعم. شوربة الذرة الكريمي برضو من غير كريمة، وهتطلع نفس طعم الشوربة الكريمي بتاعت الذرة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ واكيد طعمها بجد روعة فوق الوصف. تعالوا نتكلم مع بعض عن تفاصيلها البسيطة. زي ما وعدتكم اول فيديو ان كل حاجة النهاردة الاربع شوربات، الاربعة ابسط من بعض والاربعة احلى من بعض ومناسبين جدا في الفترة دي. هلا على النار نبتدي ننزل معلقتين زيت او معلقة زبدة او معلقة سمنة، ويا حبذا لو كانت سمنة. تمام. وبعد كده هننزل ببصلة متوسطة متقطعة، مش مفرومة ولا مبشورة. وبعد كده هننزل بكوباية من الذرة المعلبة او من الذرة المسكرة، حلوة قوي، بتكون موجودة كتير في السوبر ماركت. الذرة المعلبة دي حلوة جدا ومفيدة جدا. وبعد كده هننزل بفص توم واحد بس يعلي الريحة والتست والطعم. نبتدي نقلب المكونات دي كلها مع بعض. اول ما ريحتهم بس تظهر كده هنبتدي ننزل بمعلقتين من الدقيق. المعلقتين الدقيق دولت هما اللي هيخلوا القوام كريمي وتقيل،
ومعلقتين مش اكتر، معلقتين بحجم معلقة بتاعة الاكل بتاعة الطعام عادي. وبعد كده هننزل بلتر من الشوربة، تكون شوربة عندك في الفريزر وسخنتيها، او شوربة الوجبة بتاعة النهاردة، سواء سلقة لحمة او فراخ، او لو مفيش شوربة ممكن تكون مثلا مكعبين من مرقة الدجاج. انا مش بفضلها قوي، بس لو انا مش موجودة عندي هتصرف. تمام، لو مش موجود عندي شوربة لحمة او فراخ هستخدم مرقة الدجاج. ابتدي انزل باللتر ده، وبعد كده اول ما تغلي، بتقعد تغلي على النار، لازم تستوي على النار لمدة 20 دقيقة، تديلها حقها على النار علشان لما نيجي نطحنها بالهاند بلندر تكون كريمي. وبعد كده هنحط كوباية لبن كده، ادام حطينا دقيق، معلقتين دقيق ومعاهم كوباية لبن، كده الشوربة خدت الكريمة، احنا مش محتاجين نجيب كريمة. الهاند بلندر تبتدي تفرمي فيها. طبعا لو مش موجود الهاند بلندر تقدري تستني لما تبرد، وبعد كده تضربيها في الخلاط، ولازم تستني لما تبرد. شوربة كريمي جدا، تحفة تحفة بجد، روعة. انا ما كنتش اتوقع ان ولادي زمان لما جربتها لهم اول مرة كنت واثقة انهم مش هيحبوها، بس مع الوقت لقيتهم حبوها جدا جدا، وبقوا يطلبوها بشكل مستمر. من احلى والذ الاطباق الشوربات اللي بتبقى مطلوبة في المطاعم بشكل مستمر في التوقيت بتاع الشتاء. حلو قوي، جربوها هتعجبكم بالطريقة دي. ما تجيبوش كريمة، حطوا معلقتين الدقيق على كوباية اللبن، هيدي نفس طعم وتست الكريمة. عملنا النهاردة الأربع شربات اللي انتوا شفتوهم معانا. أتمنى من كل قلبي إن الوصفات تكون عجبتكم، وأكون ما طولتش عليكم في وقت الفيديو، وتكونوا استفدتم ولو بمعلومة بسيطة، وطلعتم ولو بمعلومة بسيطة. أتمنى الوصفات تكون عجبتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جديدة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.